اكلته على عربيه في وسط البلد وكان معمول بنفس الطريقه. اسكت؟ لا طبعا، جبت لكم الطريقه وجيت علشان اعمل لكم احلى طريقه لسجق العربيات. شايفين شكل المكرونه بالسجق؟ بجد الطبق ده بقى عندي ادمان، بقيت اروح للعربيه دي مخصوص علشان اكل عندها احلى مكرونه بالسجق. يلا بينا نعمل طريقه السجق اللي انا غشيتها وانا واقفه، وفضلت واقفه كده عشان اعرف ايه اللي بيتحط في السجق ده وبيتعمل ازاي. وطبعا يا سلام بقى لو اكلتوه في العيش الفينو، بجد هايل. يلا بينا نقول هنعمل ايه في اول خطوه. اول حاجه كده عندنا الزيت، وبعدين هننزل بيه البصل، والبصل ده متقطع يا جماعه بالجزء بتاع المبشره اللي هو الجزء العريض عشان يوصل معاكي للشكل اللي انتوا شايفينه ده. بلاش تقطعيه على ايديكي، خليه بنفس الشكل ده بالظبط. ولو عندك ماكينه تقطيع وفرم البصل او الكيتشن هيعملهولك بمنتهى السهوله. انا عندي كميه كبيره من البصل في الوok بتاعي علشان طبعا انا عايزه اعمل نفس الوصفه بالظبط اللي انا اكلتها، علشان اوفر على نفسي واعملها في البيت على طول. كميه البصل اللي انتوا شايفينها دي كده هسيبها تدبل براحتها خالص على النار لحد ما توصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده هنحط الاضافات بتاعتنا الجميله المتوفره في اي بيت. دلوقتي كده هحط ربع معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، توابل سجق، فلفل اسمر، وهقلب كويس جدا. تمام، شايفين البصل اللي كان كتير قوي دبل وبقى معايا بالمنظر ده. دلوقتي هنزل بيه شرايح من الطماطم، كمان فلفل، ونقلب بقى الخلطه الجميله دي، البصل مع الفلفل مع كمان الطماطم، وننزل بيه السجق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو انت عايزه تقطعيه قطعيه براحتك، انا بحبه زي ما انتوا شايفينه كده بالمنظر ده. وفي المرحله دي غطيه بقى علشان كل الخضار ده ينزل ميته، وكمان السجق ينزل نسبه الميه اللي فيه ويستوي كويس قوي. فككيه بس من بعضه زي ما انا بعمل كده، وبس كده هنغطيه زي ما انتوا بقى شايفين كده. ده شكله بعد ما استوى. عايزه اقول لكم ان الخلطه بتاعته جباره، ريحته كانت قلبة الدنيا. تقدري بقى تاخدي شويه من البصل بالطماطم والفلفل وتحطي سجقايه في العيش الفينو، او تقدميها كده في مكرونه جميله زي ما انتوا شايفين كده. المكرونه دي هتنزل لكم طريقتها مع فيديو مكرونه بالكبده، بتكون حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا فعلا بروح المكان ده عشان اكل مكرونه بالسجق. شايفين شكل المكرونه وشكل السجق عامل ازاي؟ ولا الخلطه جباره يا جماعه. توابل السجق دي موجوده عند اي عطار، وكمان ما حطيناش غير ملح وفلفل وتوابل سجق بس. يعني الوصفه سهله جدا، تقدري تعمليها في اي وقت. طبعا جوعتكم، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد والوصفه عجبتكم ولا لا، ولو كانت عجبتكم شيروها مع كل اصحابكم، وما تنسوش متابعه لصفحتي صفحه دينا ابو الفتوح. اشوفكم في رعايه الله، مع السلامه.